النهارده هنشرب القهوة مع أجمل بسكوت خالي من الجلوتين تماما، معمول من دقيق الحمص. طبعا أنا قعدت أبحث كده، وأنت ابحثي هتلاقي دقيق الحمص ده رهيب، مضاد للدهون. لو حد عنده دهون على الكبد، لو حد من مرضى السكر، لو حد عامل دايت وعنده حساسية من الجلوتين اللي موجود في الدقيق العادي، يعني بصراحة يعني حاجة كده تحفة. وبالإضافة كده طلع طعمه خطير وجميل. وهسمعك برضو صوت القرمشة كالعادة. بصراحة يعني ولا اروع ولا اجمل من كده. احلى بسكوت مالح بدقيق الحمص، خالي من الجلوتين، عالي بالبروتين النباتي. لو حد عنده نقرس وما بيقدرش ياكل لحوم كتير، ممكن قوي يستعيذ بالحاجه اللي فيها الحمص عنه، لان البروتين بتاعه عالي جدا جدا. للي بيلعبوا جيم برضو البروتين عالي فيه. تحفه، جميل جدا، بنكهه جميله، هيعجبك جدا. بالهنا والشفا مع اكله بس مع هويدا. نبتدي الطريقه مع احلى بسكوت مالح غالي خالي من الجلوتين. هنبتدي مع بعض طريقة عمل. انا عملت طبعا بسكوت كتير قوي حادق، بس كان بدقيق السن. وفي ناس كتير قوي عايزه حاجه خاليه من الجلوتين تماما، ولا بالشوفان، لان الشوفان حتى اللي خالي من الجلوتين غالي جدا. فكلهم كانوا طالبين حاجه خاليه من الجلوتين تماما بنوع من انواع الدقيق كتير. عملت لكم حاجات بالدقيق العدس، حاجات باشكال كتير. النهارده هنعمله بطريقه مختلفه. هنعمله بدقيق الحمص، بيعمل يعني شغل خطير في البسكوتات الحادقه وبسكوتات كمان الحلوه. هنعمله النهارده بسكوت حادق، مطلوب مني يكون حادق. يا اما عندك اختيارين، يا اما هتجيبي الحمص العادي اللي احنا بنعمل اللي هو حمص الشام وتنقعيه، وبعد ما تنقعيه 24 ساعه كاملين وتغيري عليه الميه كذا مره، تبتدي تشيلي من عليه الميه وتبتدي تنشفيه، تسيبيه ينشف شويه في الهواء، وبعد كده تنشفيه في الفرن، وبعد كده تطحنيه وتعمليه دقيق حمص. دي طريقه هي صعبة شوية لكن تتعمل ومفيش مشاكل فيها. الطريقة التانية، لو عندك الحمص العادي اللي احنا بناكله عادي ده، اللي بتجيبيه من عند المقلة والأماكن دي، هنعين منه كوباية من الحمص العادي اللي هو يعتبر متحمص جاهز، مش محتاج تحميص مني خالص. هاخد كوباية من الحمص وهبتدي أطحنها أول خطوة عشان أعمل دقيق الحمص. يبقى دي اول خطوه هنعملها، ان احنا نعمل دقيق الحمص الخالي من الجلوتين اللي هنعمل منه البسكوت بتاعنا او المعمول الحادق. خلاص طحنت الحمص، بقى عندي اجمل، بصي اجمل دقيق من دقيق الحمص، ولا اجمل من كده. دقيق حلو جدا، خالي من الجلوتين، عالي بالبروتين النباتي، صحي جدا، جميل، فيه فوائد رهيبه، منع رفع المناعه، مفيش اجمل من كده. هنعمل ايه بقى الخطوات؟ هنحط معلقه صغيره من الملح، احنا قلنا ان احنا نعمله حادق، ماشي. هنحط معلقه صغيره من الكركم، هنحط برضو معلقه صغيره من الكمون. المكونات دي هتديكي احلى معمول حادق بالملح. هنحط معلقه صغيره من البيكنج باودر. دي الخامات الجافه اللي عندي زي ما انت شايفه كده. الخطوه اللي بعد كده، ازاي هعجن وهلم الخليط بتاعي. الاول هقلب طبعا كالعاده المواد جافه مع بعضها كده، يطلع باذن الله تحفه، يطلع طعمه جميل جدا وناعم كمان. وبعد كده هنجيب، انا هعمله بزيت الزيتون، لو ما عندكيش زيت زيتون ممكن تعمليه بالزبده، ممكن تعمليه باي ماده دهنيه انت عايزاها، بس انا بحس ان خلاص ده بسكوت صحي هنعمله صحي بقى من كله. هنحط على الكوبايه دي معلقتين مليانين من زيت الزيتون، ادي واحده ادي التانيه. هنبتدي نفرك الزيت مع سمية الحمص او دقيق الحمص قصدي، لغايه ما يختلطوا تماما ببعض. هنزل بقى اعمل بايديا عشان برضه الايدين بتحسي بيها الحاجه معموله حلوه ولا عامله ايه. عايزه اقولك برضه ملحوظه، ان انت لو استخدمتي الحمص العادي اللي هو الحمص اللي زي ما اتفقنا مع بعض قبل كده، حمص الطبيخ او الحمص بتاع الشام العادي ده هياخد منك طحن شويه زياده، يعني مش هيطحن بسرعه زي الحمص العادي اللي بجيبه من المقله. وعلى فكره في بعض الاماكن بتبيع دي الحمص ناعم جاهز من غير ما تطحني ولا حاجه. لو انت طحنتيه في البيت بحطيه في الفريزر علشان هو ما بيعيش، يعني حطيه في التلاجة لو انت بتستعمليه في نفس الاسبوع، في الفريزر لو انت مش هتستعمليه على طول عشان يعيش.
معاكي. خلاص فرقت وخليتها زي الرمله الناعمه زي ما بقول لكم دايما. بصي عامله ازاي، بصي هكون جنبي كوبايه من الميه، هنزل بالميه حبه حبه، اشوف هتاخد الميه كلها ولا لا. انا اخدت كوبايه اهي، هبتدي انزل بيها لغايه ما تتلم معايا العجينه بتاعتي. اول ما تلاقي العجينه اتلمت خلاص ما تحطيش. اهو بصي اتلمت ازاي. كوبايه الميه ما خدناش منها، اقول لك ايه، ما خدتش منها حاجه بتاعت تلت كوبايه من الميه. اي نوع من انواع الدقيق، حتى لو كان دقيق الحمص اللي بستخدمه دلوقتي ده، الميه السوائل حسب ما هياخد معاكي. دايما اتعلمي كده، مش حد يقول لك كوبايه تروحي حاطه كوبايه مره واحده، لا، دايما تتعودي ان انت. بصي بقت جميله زي العجينه معايا. هبتدي اعملها كور صغيره واشكلها، هتعجبك قوي ان شاء الله. هيطلع ناعم وبيدوب في البق باذن الله، وهيطلع تحفه. هبتدي اجهز الصاجات بتاعتي والقالب ونشتغلها على طول. هنبتدي بعد كده نشكل العجينه بتاعتنا. زي ما قلت لك، ما اعرفش انا قلت لك في الاول ولا لا، ان اصلا النوعيه دي من الدقيق زي الشوفان كده، كل ما تسيبيها تلاقيها تحتاج لميه وتفرول معاكي. انت ممكن قوي تستخدمي، تعملي شكل المعمول وتعملي القالب ده كده وتركبيه. هو ليه تركيبه كده ان انت تدخليه وبعد كده تروحي قافله عليه فالقالب ما يقعش منك، او شكل القالب ما يقعش منك. لكن انا بقى بفضل ان انا اعمله زي بالظبط البسكوت الرقيق اللي هو الحادق، بيطلع جميل جدا. وانا بحب الحاجه مقرمشه شويه، فهبتدي افرده ما بين طبقتين نايلون زي ما انا دايما معلماكي كده. وبعد كده نبتدي نحطه في الصينيه ونسويه. افردي له اي على قد ما تقدري عشان يبقى محمص وجميل معاكي ومقرمش. طبعا انت عارفه ان الحمص ده غني بالبروتين النباتي، وفي نفس الوقت ما فيهوش دهون مش كتيره، وفي اوميجا 3 زي ما بيقولوا، زي الناتس بالظبط، الحاجات اللي كلها المكسرات اللي موجوده. فمن الحاجات الجميله جدا اللي ممكن. وخلي كمان اهم حاجه نخلي من الجلوتين خالص تماما يعني مش مثلا بنضطر نحط نسبه من الدقيق الاسمر مع الدقيق دهوت، لا، احنا اصلا هو خالي من الجلوتين تماما. هنبتدي نقطعه زي ما احنا عايزين. انا هعمله مثلا مربعات. هشكل الاول الجزء اللي عندي ده كده، عشان عايز اعمل بسكوت حادق مربعات يطلع باذن الله تحفه. وزي ما اتفقنا ان النوعيه دي كل ما هي سبتيها شويه وما شكلتيهاش على طول، ممكن تضطري ان انت تعمليها تحطي لها شويه ميه كمان. مفيش مشكله خالص لو حطيت لها شويه من الميه كمان، يطلع بسكوت حادق تحفه. ولا اجمل من كده؟ شايفه الجمال بتاعه. هبتدي اجيب الصاج وابتدي انقله فيها. هبتدي زي ما انت شايفه كده شكل البسكوته روعه. بصي هبتدي احطها في الصاج بتاعي زي ما انت شايفه كده. شايفه الجمال؟ بسكوته خاليه من الجلوتين. شايفه الجميل؟ ولا اروع من كده. لا استخدمت شوفان ولا استخدمت رده ولا دقيق عادي ولا دقيق حبه كامله ولا استخدمت اي نوع من انواع الدقيق فيه جلوتين. عملنا بسكوت خالي من الجلوتين تحفه. ولا اروع من كده حادق. ناس كتير قوي قالت لي انت عماله تعملي بسكوتات عاديه، احنا عايزين حاجات زي زمان، حاجات للدايت وخاليه من الجلوتين. هنكمل المقدار كله واوريكي بعد كده اما نيجي هنكمل ازاي الشكل بتاع البسكوت ده عشان نخليه يستوي من قلبه سوا جميل. هكمل واوريكي الباقي. بس المقدار كل اللي هعمله زي كل مره لاي نوع من انواع البسكوت، هنعمل فيه الاخرام اللي بتساعد على السوا جواه بشكل جميل وتديكي شكل اجمل واحلى كمان. اجمل بسكوت بدقيق الحمص خالي من الجلوتين تماما، يعني تاكلي وانتي مطمنه. اللي عنده حساسيه القمح، اللي بيعمل رجيم، ولا اجمل. وغير ما هو غني بالبروتين النباتي بصوره تحفه. اديني عملت لكم ده، هيبقى مقرمش وتحفه وطعمه جميل جدا. هدخله في الفرن على درجه حراره قد ايه؟ درجه حراره 160. هيقعد حوالي ربع ساعه. وزي العاده بحب اطفي عليه الفرن واسيبه على بقيه السخونيه بتاعه الفرن، يقوم يقرمش ويبقى هاشش وناعم وجميل. ان شاء الله نشرب القهوه، مش 5 دقايق نشرب القهوه
النهارده جنبه هدخله الفرن عقبال ما اعمل فنجان القهوه بتاعي. بألف هنا وشفا. هكمل التخريم وادخله الفرن واوريكي بعد ما يستوي هيبقى شكله ايه. بسكوت المالح اللي بالحمص خالي من الجلوتين خرج من الفرن، ولا اروع ولا اجمل من كده. مش عايزه اقول لك على القرمشه وعلى الحلاوه. هنعمل مع بعض فنجان قهوه وناكله. شايفه رقيق وعامل ازاي؟ بصي جماله. في ناس بتعمله زي المعمول تخين، بس انا فضلت انه يبقى رقيق حلو جدا مقرمش جدا. هسمعك صوت القرمشه. طعمه رهيب بصراحه يعني. انا اعتمدت خلاص. انا في بعض الاصناف بتعجبني بعملها على طول في البيت، ما بقطعهاش. ده خالي من الجلوتين، حلو للدايت، علي البروتين النباتي، ولا اجمل من كده. ما اكله بس مع هوايده تلاقي كل جديد. يا ريت لما تشوفي الصنف ده تدوسي على كلمه سبسكرايب، ولما يظهرلك الجرس تدوسي عليه عشان يوصلك كل جديد. وما تحرمنيش من اللايك. وكل سنه وانتم طيبين مع اجمل بسكوت خالي من الجلوتين مالح بدقيق الحمص. بالهنا والشفا.